السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. برحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا، بس كمان يا ست الكل ما تنسيش اللايك الحلو اللي بنستناه منك، وده لأنه بيدعم الفيديو جدا. واللي بيشاهد القناة لأول مرة يسعدنا جدا اشتراكك وتفعيلك للجرس علشان يوصلك منا كل جديد. وبرضه ما تنسوش اللايك يا جماعة لأنه بيدعم الفيديو جدا. إن شاء الله في الأيام اللي جاية بإذن الله هننزل وصفات حلوة، وزي ما عودناك يا ست الكل من مطبخنا البسيط بوصفاتنا البسيطة. وخلينا كده نعمل على بركة الله النهاردة الستريبس بطريقة بسيطة وحاجات كلها من البيت، وهقولك ازاي تعملي اللبن الرايب. يلا بينا نقول على بركة الله ونبدأ. عندي زي ما انت شايفة هنا كده، دول لما بتجيبيهم من عند الراجل دول كده صدرين، اسمهم ايه؟ ده اسمه كده من غير الجناح من غير اي حاجة، زي ما انت شايفة كده. بتاخديه كده على بعضه، بتقولي له عايزه فص طبعا او فصين. وهنا دي كوبايه من اللبن، هحتاج لبن رايب. طب انا ما عنديش لبن رايب ومش عايزه، معلش ابعت اجيب حاجه. خلاص يبقى هغلي كوبايه لبن من اللي عندي في البيت كويس جدا. وبعد ما تغلي كوبايه اللبن هنزل عليها وهي سخنه ملهلبه كده بمعلقه خل زي ما انت شايفه. بسم الله. انا عندي هنا مكعب ماجي مبشور خلاص، وعندي ربع معلقه ملح، نص معلقه بابريكا صغيره، وعندي هنا نص معلقه كاري، وربع فلفل اسمر. ما تكتريش علشان طبعا ما يغمقش القطعه معانا. وعندي هنا نص معلقه صغيره، كل المعالق اللي انا بقولها دي معالق صغيره، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، ونص معلقه بهارات فراخ. عندنا كوبايه دقيق صغيره وزيها ميه. يلا بينا نقول على بركه الله. واول حاجه هنعملها هنجهز الخليط. بسم الله كده. نزلنا بشويه اللبن اللي انت شايفاهم كده اللي احنا روضناهم في البيت. ليه رايب؟ ليه احسن من الزبادي؟ علشان بيطري الانسجه اكتر وبيخلي القطعه كده مستويه كويس، لان انت عارفه ان احنا طبعا هنقطع القطعه تخينه، وزي ما انت شايفه الميه كده هنقطع القطعه تخينه، فعايزينها تبقى مستويه كويس حتى لو ما حطيناش كميه زيت يعني. وبسم الله كمان عليها كوبايه الدقيق. تعالي بقى نضربهم كده ضربه قويه في بعض. اللي كانوا في الكوباية دول كانوا 4 معالق دقيق هرميين. لا يا ست الكل، زودنا عليهم كمان معلقتين، علشان زي ما انت شايفة احنا عايزين خليط يكون تقيل كده، ما يكونش خفيف، علشان القطع تشربه كويس وتبقى متماسكة فيه. لو الخليط خفيف هيبقى بصراحة ملوش طعم. يبقى انا زودت على ال4 معالق الهرميين، زودت كمان معلقتين هرميين متوصيين جامد. ولازم زي ما انت شايفة الخليط كده يكون معاكي بالشكل ده. يعني انت لو زودتي دي، كل طبعا دي بيختلف عن المكان التاني، لو زودتي دي وما لقيتهوش يعني نفس اللي انا اديتهولك زودي كمان معلقه. ننزل بقى كده بشويه البهارات الحلوه دي كده اللي هتخلينا الطعم حاجه تانية. مفيش حاجه اسمها استغنى عن الماجي، علشان هي اللي بتديلها الطعم، وبهارات الفراخ كمان. نقلبهم بقى كده تقليبه قويه برضو. طيب من اساسات الستريبس كمان ان انا اجهزه قبلها بيوم. يعني انا ده بحضره اهو، لكن انا مش هعمله النهارده، انا ببيته في الخلطه دي لحد تاني يوم ان شاء الله. لما اجي اعمله ما اجيش بقى اقول انا هعمله الصبح ولما ارجع هعمله، لا، هو لازم يبات يوم كامل. ادينا كده جهزنا الخلطه زي ما انت شايفاها. يلا بسم الله. جبنا كده اول فص، نيجي بقى للتقطيع. بصي شايفة الرفعة قد ايه؟ بس هاخدها كده يعني للاخر. يعني ايه؟ يعني تبقى الحتة كده عريضة بس رفيعة في نفس الوقت. ما تنسيش ان هي لسه هتتحط في خلطة. زي ما انت شايفة تقلها كده. وكمان لسه هنكفر بالدقيق مرتين ولا حاجة، فحلو كده جدا قوي. زي ما انت شايفة هنوريكي رفع الحتة دلوقتي. زي ما انت شايفة طبعا الفصين دول انا جايباهم من قبلها بيوم وغسلاهم كويس قوي، كنت نقعاهم في خل وليمون. يعني دي مش حاجة انا جايباها دلوقتي، حتى لسه متلجين، لسه مطلعاهم من الفريزر من شوية. ادي حجم الحتة اهو. خلاص ادي حجمها اهو. ننزل بيها بسم الله على الخليط. نقطع حتة كمان اهو، باجي كده بالرفع ده وبنزل لحد الاخر. احنا عايزين بقى قطعة كده مليانة ومحترمة زي بتاعت بره. وطبعا الجاهزة دي يعني مش كلها بيحطوها لك من الفراخ، طبعا بتبقى مخلوطة الله اعلم هي مخلوطة بايه. بسم الله.
خلاص احنا كده قطعنا اول فص. تمام، بنفس الطريقة كده برضو هنقطع التاني زي ما انت شايفة كده. بعد ما قطعناها ادي سمك الحتة تاني اهو، هننزل بيها بقى كده بسم الله على الخليط. وزي ما قلنا كده لازم نبيتها يوم كامل في التتبيلة بتاعتها دي، يوم كامل. هغطيها واسيبها بقى في التلاجة تحت الفريزر لحد ان شاء الله تاني يوم ما نيجي نعملها. زي ما انت شايفه كده يا ست الكل، بعد ما بيتناه ليله كامله الستريبس في الخليط اللي احنا عملناه امبارح علشان يكون طعمه احلى، جبنا كوبايه من الدقيق زي ما انت شايفه، كوبايه كبيره. هنزل عليها بمعلقه، لا معلقتين بس، التانية مش مليانه قوي من النشا دول كده. ربع معلقه بابريكا، ربع معلقه كاري، وكمان ربع معلقه ماجي فوريه برضو هننزل بيهم في الدقيق ونقلبهم. زي ما انت شايفه كده لا هصفي من الخليط، يا دوبك اخدت كده مسكت الدقيق بايدي كده علشان اكفرها كويس وعلشان ناخد الشكل اللي احنا بنجيبه من بره. بصي زي ما انت شايفه كده يا ست الكل، ادي شكلها اهو. نطره خفيفه مش اكتر من كده، هي نطره واحده اللي بنطرها زي ما انت شايفه. ركنتها سنه كده، وبرده هنعمل واحده تانية، واحده تانية زي ما انت شايفه. لازم احطها كده في نص الدقيق ونروح ونيجي كده في الدقيق بيها علشان تاخد الشكل. ما تصفيش من الخليط. طبعا احنا لما بيتناها في الخليط ده مش قادره اقولك بقى، ما فيش داعي ان انا اروح وارجع تاني، يعني انزل في الدقيق وارجع تاني على الخليط، لا هي مخدومه كويس زي ما انت شايفاها كده. بس احسن حاجه بقى ان احنا ما نركنش وقت طويل على طبق، يعني نحضر ونقلي في الزيت على طول. زي ما انت شايفه كده، ولا زيت غزير ولا حاجه، هو يا دوبك نص الطاسه. انا صراحه ما ركنتش على طبق زي ما انت شايفه كده. هنطرها من الدقيق، وده احسن حاجه ليها انك ما تركنيش على طبق. بصي الزيت مقدوح، اول ما تنزلي بيها وسطي النار عليها، ما تخليش النار عاليه، ما تخليش كتير في الطاسه. زي ما انت شايفه كده انا بنطر نطره خفيفه من الدقيق وبنزل فيها في الطاسه، وهخلي النار عليها وسط زي ما انت شايفه. حطيت 4 حتت بس، 6 فراغ ما بين كل واحده والتانيه علشان تاخد سواها المظبوط زي كده. هنا بخليها تاخد السوا الكامل، يعني ما بقلبهاش مثلا كل شويه، لا بخليها هنا تاخد السوا الكامل بتاعها، لانك لو قلبتي فيها كل شويه هتطول قوي على النار علشان ترجعي تحمريها تاني. فهنا بنخليها تاخد السوا الكامل زي ما انت شايفه كده. شايفه الجمال والحلاوه يا ست الكل؟ شايفه؟ مش قادره اقولك. شايفه المنظر؟ لسه هنوريكي طبعا القرمشه والكيس اللي بقى بره بقد كده ليه، يعني على الاقل ده ضامنين نظافته وعارفين احنا عاملينها فراخ صافي وعارفين ايه اللي متدخل فيها بالظبط. وهكذا كده نزلنا باللي بعده. انا شايفه انك لما تطلعي من الدقيق على الآلية على طول احسن كتير، وهيديكي نفس الشكل بتاع بره. شايفه الجمال والحلاوه ست الكل؟ وهنا طبعا طالما قلنا هندلعهم النهارده يبقى لازم نعمل لهم الرز ريزو كمان. بصي سامعه صوت القرمشه؟ مش قادره اقولك، ولا التتبيله الخطيره. بصي كده الجمال والحلاوه والطعم والحاجات اللي هي، بصي التتبيله بسيطه جدا لكن طعم خطير كده، وخلطه قويه عملناها امبارح خليت بصي الحته مش قادره اقولك جمالها قد ايه. ولو عجبتك القناه يا ست الكل ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك منها كل جديد.